صباح الخير عليكم ومرحبا بكم عند سكيكرة. نقول لكم جمعة مباركة وكل عام وانتم بخير وكل نهار وانتم زاهيين وحلوين. أول حاجة يا حباباتي اليوم رايحة ندير لكم وصفة الملوخية. نقولوا بسم الله على بركة الله. الملوخية هذه تتباع في لي ساشي. أنا دوزنتها هنا رحيت حبيبة بصل وحطيت 2 ولا 3 فصوصات تاع الثوم مع حبيبه طوماطيش تكون حمرا مليح ومورف نتاع طوماطيش كونسونطري وندير لي زيبيس ولا التوابل تاعي اللي هي الكرويه والملح والفلفل الكحل وراس الحانوت واللي عندها فلفل عكري حار تحط سينون دير 2 فلفلات حارين. الملوخيه انا عندي هذه الفواحه ماركه مليحه وتتباع بالسعر تاعها ما تلقايهش غالي، بالك نظن دير 12000 للساشي والساشي يخدم لك 2 مرات. واش نحط نص ساشي وندير له تقريبا نص كاس نتاع زيت المائده، نحرحرها مليح فيه ونخليها تتقلى مع هذاك البصل وطوماطيش والثوم هو كيما يقولوا لا باز تاع الملوخيه، هو والتابل تاع الكرويه. انا وقيلا نسيت ما قلت لكمش باللي حطيت فيها تابل الكرويه مع راس الحانوت. وندير 2 فلفلات حارين باش تجيني حاره. انا ما نكذبش عليكم، انا ما ناكلهاش، بصح الوالد تاعي والزوج تاعي يحبوها وعلى بيها ما خليتها لهمش في خاطرهم وديرتها لهم اليوم وهما طلبوها مني على خاطرش انا باش نخبركم انا من ولايه جيجل، بصح الزوج تاعي من ولايه شرقيه وعلى بيها هما ياكلوها بزاف سورتو في شهر رمضان. واليوم رايحه نخدم لكم وصفه نتاع بيتزا كوفر ولي كورني بواحد الوصفه صدقوني سهله وتندار في وقفه وليه تخدميها وتصدق لك الخير والبركه. بسم الله. عندي 6 كيسان فرينه، الكاس هذا العادي، مع نص كيلة نتاع زيت المائده، كرصه ملح، ونحتاج رشه تاع سكر عادي ونص باكي تاع لا ليفور. قلت لكم 6 كيسان فرينه مقادير مضبوطه، مع نص باكي تاع لا ليفور، نص كاس زيت، الملح ومغرف سكر ومغرف كبيره تاع جنجلان محمص، ونحتاج شويه زعتره. انا هنا تحبي تحطي الزعتر مرحي ولا تحبي تحطي الزعتره راهي متوفره في جميع المحلات، مام في لي سوبيرات راهم يبيعوها في لي ساشي. دات لي 2 كيسان ونص نتاع الماء ماهوش سخون بزاف وماهوش بارد، ماء عادي. كي نخلطوها ونخلصوا واش راح ندير؟ رايحه نبسطها بشويه فرينه فوق لو بلون طرافاي. من بعد نهز 250 غرام نتاع الزبده فيتاج، 250 غرام. الباكي فيه 500، حنا نقسمو على النص ونربيها، شوفوا، ونقلبها على 2 مرات. شوفوني كيفاش راني ندير. هذه العجين تصدق الله يبارك. انا هنا خليت باش غدوه ان شاء الله نخدم لكم بهم لي مونشون بالفرomage، وخدمت لي كورني تقريبا 10 حبات، ودارت لي واحد لا تورت ولا كيما يقولوا بيتزا كوفر صغيره، ماهيش صغيره بزاف بصح كفاتنا تقطع لك 9 مرصوات. دوك انا هنا رايحه ندير لها التوغ الثاني نتاع
تقليبه ولا كيما نقولوا حنا ديري لها التوغ الثاني تاع العجين، نقلبها وخلاص، ما نزيدش نفيطيها اكثر من هكذا. صدقوني هذه الوصفه ناجحه ب100%. ميم لي كورني يجيوك كروستيون ويجيوك هايلين، وفي الاخير رايحين تشوفوهم معايا. حنا قلبناها 2 مرات برك، من بعد نبسطها على البلان طرافاي تقريبا نصف سنتيم، ونجبد لا غولات ونقطعها مستطيلات ولا شرائط هكذا، تقريبا 1.5 في العرض تاعهم، ونجيب لي كورني هادو ونلفهم بلا ما ندهنهم بالزبده ولا بالزيت نورمال. ميم اللي ما عندهاش لي كورني نوري لها واحد الطريقه تقدر ديرهم على المغرف تاع الماكله، تلف من تحت جهه البراد تاع المغرف ودير هكذا شرائط وتلفهم عليها. ولا انه هادو لي كورني راهم متوفرين اللي يبيعوا لوازم الحلويات، الثمن تاعهم ماهمش غالي، 20,000 تلقاي وقيله 15 حبه فيهم في الباكي، يخدموا لك الخير والبركه. هنا ندهنوهم، نحطهم على البابي كويسه وندهنهم بصفار بيض وشويه خل، ونحط لهم الجلجلان السانوج، واللي تحب دير الخشخاش ولا دير بذور الشيا، كل وحده يبقى التزيين تاعها واللمسه تاعها كما تحب هي. ندخلهم للفرن على 230 درجه يحمروا من التحت وميم طون يطيبوا لك من الفوق. انا راح نحشيهم هنا بالطون والفرomاج هذا اللي يتباع بالثوم ومعه لي زرب، راه يتباع بارتو في كل لي سوبيرات ولا الحوانت، بنين، ما تزيدي له ني ملح ني فلفل الكحل، كيما راه ندوزن. انا هنا زيت له برك رشه معدنوس ومغرف صغيره تاع الهريسه، نخلطهم مليح. واللي تحب دير تاني الفرomاج برك تقدر، واللي ما عندهاش الطون وعندها د لافيون داشي ولا الكفته تاع الدجاج تاني تخلطها مع الفرomاج وتحشي لداخل لي كورني تاعها. وصدقوني الوصفه ناجحه 100%، والبنه ما نحكي لكمش. ونروح نشوفوا الوصفه الثالثه واللي هي البيتزا كوفر. بهذه العجينه نفسها نحط حبيبه بصل، نديرها في الروبو، ومن بعد ندير معاها الزيت ونخليها تتقلى. كي تتقلى نزيد لها طوماطيش نتاع الحب مرحيه. كي تنشف كيما راكم تشوفوا فيها هكذا، نقطع لها الزيتون خضر ومعدنوس والطو. وراح نحتاج الفرomاج رابي اللي بقى لي من لي كورني، راح نحطه فوق الحوش باش نزيد لاكوش الثانيه نتاع لاباط. انا بسطت العجينه على نصف سنتيم، حطيتها في المول هذا، ودوك نزيد نحط الحشو ونزيدو الفرomاج ونزيدو الطبقه الثانيه تاع لاباط. تصدق لاباط هذيك بقات لي مرسو، راح نخليه غدوه ولا بعد غدوه ان شاء الله. حطيته في الثلاجه. هنا من بعد ما حطيت لاباط راح نجبد البانسو وصفار البيض وندهن جوست هكذا بالحواف باش ما يخرجليش هذاك الصفار على المول. ومن بعد رايح يلصق معاكم كي تجربوها وتلقاو باللي ما تقدروش تقلعوها من المول. خليو حتى تقصوا الحواف، من بعد ندهنوهم ونلصقوهم مليح، ونوليو من الفوق تاني ندهنو بالصفار اللي كنا فيه مغرف تاع الخل باش تعطينا لا دورير هذيك الشابه. ويبقى من الفوق دائما تحبي ديري جلجلان ولا سانوج ولا الزيتون كحل. انا هنا راح نجبد لاغولات
ندير لها مقيرطه من الفوق، ونزين بلا طوماط سوريز ولي طرونش نتاع الفلفل الحلو وحبيبات تاع زيتون. والشكل تاعها في الاخير رايحين تشوفوه كيفاش خرج حميمر ويشهي. هي اصلا جات بنينه، والحشو هذاك مع الفرماج زاد لها بنه على بنه. انا ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه واكيد راح تعجبكم. انا كنت درت معكم بيتزا كوفار في الفيديو بالك عنده وحده 3 شهور، وبصح لاباط هذه ولاباط الاخرى يختلفوا على بعضهم في المقادير. شوفوا هنا حطيت على درجه حراره 230 في الطاج الوسطاني، وخليتها طابت على غردها تقريبا واحد 30 دقيقه. وكي خرجتها ما زدتش درت لها من الفوق لاغريات، طابت سوا كيما الفوق كيما التحت. وهنا راح ندير اليوم الكمونيه. كاينه مشتركه طلبت مني كمونيه ولا لي زابون صوص. راح نقول لك اختي ما فيها باس، اليوم مادام جابوا لي لي زابا رايحه ندير لك الوصفه وما يكون الا خاطرك. ندير في المقله الزيت ونحط كميه مليحه نتاع الثوم مرحي. كي يبدا شويه يحمر معايا هذاك الثوم نحط لي زابا من بعد ما كنت نقيتهم وغسلتهم مليح، ونزيد لهم الزعتره سواء عريفات هكذا ولا اللي يجي قلت لكم تتباع في لي ساشي تجي منقيه قاعده. نزيد لها عصره تاع نص حبه كارس، اللي ما عندهاش كارس تقدر تحط الخل. ونزيد مغرف نتاع لا موطارد لازم تكون بنينه باش تجيك الكمونيه مليحه. نديروا الملح والكمون اللي هو اساس لي زابا، وعلى بها سموها الكمونيه. راس الحانوت وفلفل الكحل نخليوهم يتقلاو. وكي يتقلاو مليح نلتم رايحه نزيد لهم حبه طوماطيش مرحيه في الروبو وتكون مقشره. نزيد لهم مغرف تاع لا طوماط كونسونطري، نستنى عليهم واحد 10 دقائق ونطفي عليهم، ودوك تشوفوهم معايا في البلا فينال. وهذه الملوخيه مع فلفل حار وهذيك اللحم. قلت لكم ملوخيه تبقى طيب حتى اللي تخرج الزيت هذاك الكحل تاعها من الفوق. التم نعرفوا باللي الملوخيه راهي طابت 100%. تخليوهاش خضراء البنات، لازم هذاك الزيت الكحل نتاعها هي تنشف والزيت هذاك الكحل يطلع من الفوق. هذا هو السر تاع الملوخيه. والزلابيه وقلب اللوز شريناهم من برا. وهذا الحميس خدمته قطعت فلفل حار وفلفل حلو وطوماطيش في الروبو، بصح خليتهم شويه هكذا ما رحيتهمش كومبليتمون. ودرت لهم زوج في الصوص تاع الثوم مع شويه زيت والملح والفلفل الكحل، ودرتهم في المقله يتقلاو ابتي فو. وفي الاخر حطيت لهم رشه تاع زيت زيتون مع لا سوب درتها اليوم تاع البوارو واللبن والتمر مع لي زاباون صوص الكورني والبيتزا كوفر. هذيك ما نحكي لكمش على البنه تاعها. مام اللي ما عندهاش الفرomage رابي تقدر تحط هذاك تاع لي ساندويتش ولا تحط الفرomage عادي اللي بالميزان هذاك اللي يتباع. والحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلها نعمه واحفظها من الزوال. نقولكم ان شاء الله تجربوا هذو الوصفات وتردوا عليا بالخبر. رايحه نقسم لكم حبيبه تاع الكورني ووحده نتاع البيتزا كوفر باش تشوفوا من داخل كيفاش يجي الحشو وكيفاش يجيو كروستيون. والفيطاج تاعهم يجي خفيف ظريف. نقولكم نتلاقاو في فيديوهات واحده اخرى ان شاء الله. مع السلامه وجمعه مباركه وصحه فطوركم وتهلاو في رواحكم.